موسم تخليل الزيتون جه، مش لازم يفوتنا. لو بتحبوا المخللات يبقى لازم تخللوا الزيتون السنة دي بالطريقة دي. ان شاء الله هنخلل مع بعض الزيتون بطريقة واضحة سهلة وبسيطة، وكمان من غير اي افتكاسات ولا اي مكونات ملهاش اي لازمة. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان ان شاء الله هقول لكم حبة تريكات هتخليكوا تخللوا الزيتون وتاكلوه لحد اخر زيتونة، ومش هيبوظ ولا هيعفن ولا هيجراله اي حاجة ان شاء الله. تابعوا معايا، واتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هبدأ بيها الزيتون. انا عندي هنا 3 كيلو زيتون. نوع الزيتون طبعا زي ما تحبوه، عزيزي او تفاحي، الطريقة دي تمشي للنوعين. انا هشقق الزيتون بتاعي وبعدين هغسله كويس جدا، هحطه يتصفى، وبعد ما يتصفى كويس هحطه في طبق بلاستيك كبير، وهنزل عليه ب150 جرام ملح لل3 كيلو. هقلبهم في الملح كويس واتأكد ان كل زيتون اتغلف كويس بالملح زي ما انتم شايفين. هغطيه ببلاستيك او بكيس نظيف وهسيبه لمدة 3 ايام. في ال3 ايام دول الزيتون هيبقى كمية من المية بتاعته. المية دي بيبقى فيها جزء كبير من المرارة. انا محتاجة الزيتون يبقى ميته علشان لما اخلله يشرب المحلول الملح اللي هحطه فيه ويبقى طعمه جميل. انا مش عايزه انقعه في ميه، لان انا مش محتاجه الزيتون يتنقع في ميه خالص، انا محتاجه ينزل جزء من ميته. شوفوا كميه الميه اللي الزيتون نزلها عامله ازاي، ده جزء كبير قوي من المراره. وما تقلقوش من شكل الزيتون، كل ده بيروح مع التخليل. هحط الزيتون في مصفى وهحضر الفلفل بتاعي اللي هلف بيه الزيتون واقلبه بيه قبل ما احطه في البرطمانات. انا عندي هنا لكل كيلو زيتون بحط ربع كيلو فلفل حامي على بارد. يعني انا عندي هنا كيلو الا ربع فلفل، ممكن تزودوا كمية الفلفل لكيلو، مفيش مشكلة، بس الافضل ان الحامي يبقى اكتر من البارد. انا عندي هنا محتاجة الفلفل الحامي اكتر من الفلفل البارد، لان الفلفل الحامي ده هيحفظ لي الزيتون اطول وقت ممكن من غير ما يبوظ. احط برضو على الفلفل في حدود 50 جرام ملح او معلقتين كبار يعني. ما تقلقوش يا جماعة من كمية الملح دي، المخلل بيحب الملح. الملح هو اللي هيحفظ لي المخلل بتاعي ومش هيخليه يبوظ. بعد كده بقى بنحضر الليمون بتاعنا. لكل كيلو زيتون نص كيلو ليمون. تقدروا تزودوا الليمون طبعا حسب ما تحبوا، بس اللي تقدروا عليه طبعا، لان احنا هنعصر الليمون ده على ايدينا، ففي الخطوة دي ربنا يعيننا طبعا. انا عندي هنا كيلو ونص ليمون عصرتهم عشان محتاجة العصير بتاعهم. اقل حاجة لكمية الزيتون دي محتاجة نص لتر عصير ليمون بيور صافي خالص من غير اي اضافات. هاخد النص لتر ده هحطه مع المحلول الملحي بتاعي اللي هخلل بيه الزيتون. فطبعا لازم نعصر كمية الليمون كلها، مش هنرمي القشر خالص معانا، هنخلله وهيبقى طعمه جميل مع الزيتون. انا هنا حطيت لتر مية على نص لتر عصير ليمون، وهحط 500 جرام ملح، كيس كبير او كيسين صغيرين حسب الكيس وزنه قد ايه. الملح بتاعي هنا لازم يبقى مظبوط يا جماعة، ما تقلقوش، بس علشان الملح ده هيحفظ لي الزيتون اطول وقت زي ما قلنا. بنحط برضو معلقتين سكر للاسف، بس ما تصوروش، لكن اوعوا تحطوا خل، الخل هيهري المخلل وهيبوظه خالص. بعد كده انا عندي اهو حطيت الزيتون على قشر الليمون وحطيت عليهم كمية الفلفل المفروم، وهقلبهم كويس في بعض علشان ابدأ اعبي البرطمانات بتاعتي. برطمانات مغسولة ونظيفة، يفضل تبقى برطمانات ازاز، بس عادي ممكن بلاستيك ممكن ازاز، المتاح. هنا بقى موضوع الملح، ما تقلقوش، الملح كل ما بيزيد في المخلل بيحفظ المخلل وبيخليه يعيش اطول وقت ممكن. لكن انتي لو حسيتي ان الملح عالي او ان المخلل حادق بعد ما فتحتي عليه، تقدري تغسليه قبل ما تاكليه او تزوديه ميه مغلية وباردة، تقلل من ملوحة المخلل وقت الاكل، مش قبل كده يا جماعة. يعني طول ما هو مقفول عليه ما بنفتحش عليه خالص. انا هنا قلبت الزيتون بتاعي وهحطه بقى في البرطمانات بتاعتي، هعبيه كويس. تقدروا برضو هنا تضيفوا قرون فلفل سليمة خضرة او برضو حمرة. هنكبس بقى البرطمان بتاعنا كويس جدا، وهنحط برضو جزء من قشر الليمون على الوش برضو احتياطي علشان
يبقى بعيد الزيتون بعيد شوية عن اول البرطمان. بس ان شاء الله انتوا لو مشيتوا على الخطوات دي الزيتون مش هيعمل اي ريمة على الوش ولا هيعفن ولا هيجراله حاجة بإذن الله. انا هنا كبست البرطمان بتاعي كويس جدا. مش هنحط توم علشان برضو الزيتون بيتخلي المدة طويلة، التوم هيبوظ ريحته وهيبوظ طعمه خالص. احنا عايزين نحس بطعم الزيتون والليمون فقط. بعد ما كبست البرطمان بتاعي كويس جدا حطيت فلفل سليم، وهحط بقى على الوش دي تركة جديدة برضو بتساعد في الحفاظ على المخلل، هو ورق لورا هنحطه على الوش. وهنحط المحلول الملحي بتاعنا. انا هنا مش هحط المحلول الملحي للاخر، هحط بس لحد رقبة البرطمان علشان طول ما المخلل موجود هو بيفور وبيطلع مية، فانا مش عايزاه يبوظ الدنيا. احنا بس هنحط لحد رقبة البرطمان ونسيبه ونقفل عليه كويس جدا. طبعا مش هنفتح عليه قبل 3 شهور نشوفه استوى ولا لا. لو ما استواش بنقفل عليه كويس جدا ونسيبه تاني شهر ونجرب نشوفه استوى ولا لا. المخلل بتاعي يقعد بالسنة ان شاء الله. ما تفتحيش عليه الا لو هتاكليه، يعني طبعا هو استوى خلاص مش هفتح البرطمان الا لما اكون هاكل المخلل. الطريقة دي ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعتمدوها، هتعجبكم جدا. واتمنى تعملوا شير للفيديو لحبايبكم وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. انا هنا خلاص بقى هقفل البرطمان بتاعي وهشيله زي ما قلت لكم، هنشيله في كيس بلاستيك عشان لو طلع مية بره البرطمان ما تبهدلش الدنيا. انا كده طريقتي خلصت خلاص. اتمنى تكون عجبتكم واتمنى تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.